عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الإعدادي مع مراجعة أبريل، شهر أبريل اللي المفروض معظمكم هيمتحن بكرة. نعمل مراجعة سريعة كده لأنه للأسف مفيش وقت نعمل مراجعة في الحصة، وكمان الحصة هتكون بعد الامتحان. نبدأ مع بعض الجزء الخاص بالمراجعة على الكلمات. السؤال الأول choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا السؤال الأول بيقول لي space فراغ أو مسافة يعني. بعدين بيقول لي means having many different species يعني يتمتع بالعديد من الأنواع أو الفصائل. طبعا ده biodiverse اللي هو التنوع البيئي. طبعا adapt يتكيف، landmark يعني معلم أو مكان، وكمان rise يعني يرتفع ما ينفعوش، وبتدي معنى كمان شروق يعني لو جاي مع الشمس. السؤال التاني بيقول لي means without other people يعني معهوش حد، بدون ناس يعني alone يعني وحيد. طبعا friendly يعني ودود، crowded يعني مزدحم، وبusy يعني أيضا مشغول أو مزدحم. number 3 space is the area or place مكان where people live near each other الناس بتعيش فيه بجوار بعض. طبعا ده neighborhood يعني حي سكني. السؤال الرابع بيقول لي means wanting to know عايز يعرف أو يتعلم شيء. طبعا ده curious يعني عنده فضول. طبعا shy خجول، careless يعني مهمل، و sleepy يعني نعسان. السؤال اللي بعده number 5 بيقول لي means the ability to wait calmly يعني القدرة على البقاء هادئ. طبعا دي هتبقى patience الصبر، أو ممكن تدي معنى الهدوء. طبعا kindness يعني طيبة، courage الشجاعة، و fairness يعني العدل. number 6 بيقول لي is a job you do at home وظيفة بتأديها في البيت. طبعا دي هتبقى chores هي الأعمال المنزلية، أو عمل مش وظيفة، طبعا عمل بتقوم بيه في المنزل، ده اللي هو زي الأعمال المنزلية اللي هي chores. السؤال اللي بعده بيقول لي means having control over people يعني لديه السيطرة على الناس. دي طبعا powerful عنده قوة يقدر يسيطر بيها على الناس. السؤال الثامن بيقول لي to space is to pull or to someone or something يعني يجذب شخص أو شيء. طبعا دي attract. السؤال اللي بعده number 9 بيقول لي synonym مرادف hydrated. تعرف إن hydrated معناها مشبع بالماء اللي هي watered. السؤال اللي بعده number 10 بيقول لي increase بيقول لي reduce عكسها، طبعا عكسها increase عكس reduce وعايز antonym. طبعا reduce يعني يقلل، و increase يعني يزيد. giant يعني عملاق، وعايز هنا عكسها يعني tiny يعني قزم أو ضئيل الحجم. مرادف proud يعني فخور، مرادفها أكيد هتبقى honored. مرادف proud honored. السؤال اللي بعده number 13 بيقول لي مرادف happiness يعني سعادة، مرادفها joy فرحة أو سعادة. السؤال اللي بعده بيقول لي hungry يعني جعان، عكسها شبعان يعني full. السؤال اللي بعده مرادف positive يعني إيجابي يعني طبعا positive يعني إيجابي هتبقى memorable يعني شيء لا يمكن نسيانه، شيء إيجابي. value يعني قيم، عكسها worthless يعني بلا قيمة. سؤال 17 الsuffix اللي بيحول الفعل create إلى creation. طبعا ال ION واضحة. suffix يعني لاحقة تيجي في نهاية الكلمة. الsuffix اللي بيديني الاسم هو طبعا ال ITY هو الsuffix اللاحقة اللي بتخش على الكلمات تحولها الأسماء. الsuffix اللي بيحول الاسم end إلى الصفة endless طبعا هو less واضحة. الsuffix اللي بيشكل الصفة في دول هو طبعا ال AL.
21 السفكس اللي بيحول الصفة kind إلى اسم طبعا ness kindness. السفكس اللي بيحول worse إلى صفة طبعا worthless. سؤال 23 السفكس اللي بيحول الفعل act إلى اسم طبعا هو action يعني ION. السفكس اللي بيحول excel إلى صفة طبعا ده excellent يعني ممتاز. Egypt has many great natural أكيد wonders عجائب طبيعية. We saw beautiful احنا شفنا beautiful في الجبل أكيد في الجبل هنشوف waterfall مساقط مية أكيد مش هنشوف مباني ولا عربيات ولا مدارس. نروح بعد كده على الجرامر جزء الجرامر. طبعا هنا الدرس اللي بيتكلم على الصفة زان وتعرفين انه زان بتيجي مع صفات الدرجة الثانية في حالة المقارنة وبيقول لي علي طويل لكن أحمد أطول فما دام تستخدم زان يبقى واحد أطول من التاني يبقى من أطول أحمد يبقى أحمد is taller than علي. أحمد أطول من علي هو قال لي كده هو قال لي علي طويل لكن أحمد أطول يبقى أحمد أطول من علي. الجملة اللي بعدها بيقول she plans to finish her homework soon وعايز يستخدم will. طبعا انت عارف will بيجي بعدها المصدر في المستقبل البسيط فهتبقى she will finish her homework soon. السؤال اللي بعده ده طبعا يونت 12 الكميات اللي فيه طبعا اللي هي قليل منه بيجي بعدها اسم يعد فهتبقى there are a few chairs يعني في كراسي قليلة في الغرفة in the room. السؤال اللي بعده بيقول لي the bag is heavy شنطة تقيلة لكن الشنطة دي التانية دي مش تقيلة هو عايز heavier than فheavier than الأتقل. مين الأتقل؟ الشنطة الأولى يبقى this bag هذه الحقيبة this bag is heavier than that bag. السؤال اللي بعده بيقول لي علي طويل علي is tall in the class علي طويل في الفصل هو عايزها tallest يعني علي الأطول يبقى علي بتخليها صفة درجة ثالثة يبقى علي is the tallest in the class هو علي أطول واحد في الفصل. السؤال اللي بعده بيقول لي are there books in your bag وعايز any طبعا any بتيجي في السؤال والنفي فهتبقى are هتبقى are there any books in your bag. طبعا معلش تسامحوني انه انا لسه راجع وبعمل مراجعة عشان عارف ان في بعضكم عنده امتحان بكرة فبعملها بسرعة عشان الحق قبل ما تناموا طبعا اعذروني يعني. السؤال الرقم 7 بيقول لي yes they plan طبعا plan هنستخدم will they plan to arrive early وعايز will وعايز سؤال يعني عايزها في سؤال فهتبقى will they
arrive early، هل هم هيوصلوا بدري؟ بعد كده سؤال 8 بيقول لي there is milk in the fridge، في لبن في الثلاجة. قال لي يستخدم not much يعني مش كتير، فتبقى there is not much milk in the fridge. يبقى there is no much milk in the fridge. there is not، there isn't يعني مفيش لبن كتير في التلاجة. السؤال اللي بعد بيقول لي the test is difficult، الامتحان صعب، هذا الامتحان صعب. the last test was more difficult، الامتحان الأخير كان أصعب. فأنت محتاج هنا تعمل مقارنة بين الامتحانين، وهو حتى قال لي استخدم ذان، يعني هو عايز يعمل مقارنة بين الامتحانين. فهيبقى المقارنة طبعا هبدأ بالأصعب اللي هو the last test يعني الامتحان الأخير كان was more، طبعا لأنه difficult صفة طويلة فما أقدرش أحط آخرها ER، فهتبقى difficult يعني الامتحان الأخير كان أصعب. الامتحان الأخير كان أصعب من الامتحان اللي الأولاني من هذا الامتحان، يعني يبقى the last test was more difficult than this test، يعني الامتحان الأخير كان أصعب من هذا الامتحان. السؤال اللي بعده بيقول لي it's a bad movie يعني إنه امتحان سيء، آسف فيلم سيء. هو بيقول لي استخدم the worst، يبقى هتقول إنه هو الفيلم الأسوأ، يبقى it's the worst movie، هو أسوأ امتحان، آسف أسوأ فيلم. السؤال رقم 11 بيقول لي there is water in the bottle، في ميه في الازازه، عايز استخدم some، طبعا سهله خالص هتبقى there is some water in the bottle. سهله، سؤال سهل. I promise to visit، انا بوعد اني ازور جدي وجدتي بكره. قال لي استخدم will، يبقى I will visit my grandparents tomorrow. سؤال 13 بيقول لي they have friends، عايز مين؟ يبقى they have many friends. السؤال اللي بعده بيقول لي this is a big house، عايز biggest، عايز يخليه هو أكبر بيت، يبقى this is the biggest house. سهلة الدنيا خالص، مفيش أي حاجة تخوفنا. this is the biggest، طبعا ده قال لي طبعا biggest درجة ثالثة، biggest house. نروح بعد كده سؤال 15 بيقول لي this is a beautiful place، عايز most beautiful، يبقى most beautiful place، يبقى this is the most beautiful place. السؤال الأخير بيقول لي he expects not to play، هو يتوقع ألا يلعب كرة القدم اليوم، يبقى he will not أو won't بقى لو أنت هتستخدم صيغة مختصرة، يبقى he will not play football today. نروح على مجموعة من الاختبارات.
الامتحان الأول تيست 1 بيقول means trying hard، يعني بيحاول بكل جهده. طبعا هنا بيحاول بكل جهده يعني effort يعني يبذل مجهود. طبعا luck يعني حظ، rest يعني راحة أو يرتاح، ومستيك يعني خطأ. A synonym of the word sensitive، عايز مرادف sensitive يعني حساس، يبقى delicate يعني حساس. طبعا rough يعني قاسي، hard يعني صعب، وloud يعني صوت عالي أو مزعج يعني. السافكس الخاص بتحويل الاسم لصفة، السافكس اللي بيحول الاسم لصفة طبعا هو الاي في اي. بعد كده عندنا سؤال رقم 4 بيقول لي the river has many، النهر هيكون فيه branches، يبقى أكيد النهر هيكون فيه main branches، في أفرع رئيسية. طبعا يكون صغير، وثاني يعني نحيف، weak يعني ضعيف، ما ينفعوش. eat a space diet، طبعا diet يبقى أكيد balanced يعني هيعمل نظام غذائي متوازن. نروح بعد كده للري رايت. أول سؤال بيقول لي استخدم علي أليز، فطبعا لي ذا لابتوب belongs to علي not عمر، اللابتوب بتاع علي مش عمر، فعشان احولها انا باستخدام أليز يبقى the laptop is أليز، يعني اللابتوب بتاع علي. السؤال اللي بعده بيقول لي استخدم زان، يعني هقارن بين اتنين، عربية سريعة وعربيتك بطيئة، يبقى الأسرع يبقى your car is faster than my car، عربيتك أسرع من عربيتي. السؤال اللي بعده بيقول لي أنا أتوقع إنه المدرس يشرح الدرس مرة تانية، يبقى أكيد the teacher will explain the lesson again. السؤال اللي بعده بيقول لي I expect that I won't forget، أنا أتوقع إني منساش التفاصيل المهمة دي، فقال لي won't يبقى هتقول I won't اللي هي will not، يعني ممكن كده ممكن كده. forget the important details السؤال اللي بعده آخر سؤال في الامتحان بيقول لي أتوقع أن النتائج تكون encouraged today، تكون announced تعلن اليوم، يبقى عايز سؤال على هذه الجملة، يعني إمتى النتائج هتعلن، يعني when. طبعا في السؤال بستخدم will قبل الفاعل، يبقى when will the results بعدين be announced، يعني امتى النتائج هتعلن. هنروح بعد كده على النموذج الثاني تيست 2، وهتلاقي عندك السؤال الأول بيقول to space is to change in order to survive، يعني يتغير ليبقى حيا، يعني adapt يعني يتكيف. السؤال اللي بعده بيقول لي an antonym of the word competitive، يعني عكس competitive تنافسي، طبعا عكس تنافسي تعاوني اللي هي cooperative. طبعا strong قوي، fast يعني سريع، واكتف ما ينفعوش. we add the suffix، احنا بنضيف السفكس عشان كلمة grow تبقى noun. طبعا السفكس اللي هيخلي grow noun هو ال th، يعني grows يعني النمو. السؤال الرابع بيقول لي the weather says، أكيد الويذر forecast اللي هي نشرة الأخبار، اللي هي التنبؤ بالأرصاد يعني. people money to help the poor، أكيد بيتبرع، الناس بتقدم المال أو تتبرع بالمال اللي هي give عشان الفقراء. نروح بعد كده على السؤال الأول في الري رايت، بيقول لي she's the smart students in the school، أو عايز smartest، يبقى she's the smartest يبقى she is
the smartest student in the class. She is the smartest student in the class. يبقى هو أشطر ولد في الفصل. السؤال اللي بعده بيقول لي I have books but not enough. يبقى I have عندي كتب بس مش كتير، مش كفاية. يبقى I have few books. I have few books. السؤال اللي بعده بيقول لي she expect to achieve. هي بتتوقع انها تحقق نتائج رائعة ممتازة هذا العام. يبقى she طبعا خلاص انت بتستخدم will، يبقى انت هتستخدم will والمصدر، يبقى she will achieve. انت خلاص بتستخدم بقى expect اللي هي بتاعنا يتوقع، خلاص ملهاش لازمة. يبقى she will achieve excellent. She will achieve excellent result this year. السؤال اللي بعده she expect the bus not to arrive late. تتوقع هي أن الأتوبيس مش هيتأخر، مش هيوصل متأخر. يعني she will، أو بلاش بقى she، ممكن نبدأ بالأتوبيس على طول إن هو الفاعل. يبقى the bus will not arrive late. لأن خلاص مفيش داعي إن نستخدم ذا، الفعل بتاع الجملة هيبقى الأتوبيس. the bus، الأتوبيس مش هيتأخر. سؤال 5 بيقول لي yes she expect her brother to help her. هي بتتوقع، نعم هي بتتوقع ان اخوها يساعدها، وعايز will وحط علامة استفهام يعني هو عايزه سؤال، يعني هبدأ بويل. يبقى will her brother، هل اخوها هيساعدها help her. الامتحان الثالث، النموذج الثالث، عشان كده يبقى عملنا كل شيء، حلينا على التدريب على اليونتس وكمان بنحل الامتحانات. السؤال الأول بيقول لي are small pieces. small pieces يعني قطع صغيرة. احنا عارفين طبعا إنه قطع صغيرة هي الفلايرز، قطع ورق صغيرة اللي بيكتب عليها المعلومات وبيكتب عليها الإعلانات، الفلايرز. طبعا بوستر دي ما تنفعش، لأن بوستر معناها ملصقات، وبوكس كتب وليترز خطابات. الثاني المرادف harsh يعني صعب، يعني tough. harsh يعني صعب، يبقى الإجابة tough. طبعا سلو بطيء، وليت متأخر، وكام يعني هادي. السافكس بتاع اللي بيديني الاسم، السافكس اللي بيديني الاسم هو منت. ودرينك ووتر، اشرب ميه عشان تبقى hydrated، عشان تبقى مشبع، جسمك مشبع بالماء. السؤال اللي بعده بيقول لي speaking in public، الكلام بين الناس او في العام يعني بين الناس، بيساعد على انه يبني عندك الكونفيدنس، الثقه. نروح لسؤال الري رايت. اول سؤال في الري رايت بيقول the blue car is fast. العربيه الزرقاء سريعه والحمراء اسرع. يبقى هو عايز الاسرع لانه هيقول لي زان، يبقى ابدا بالاسرع. يبقى the red car is faster than the blue one او the blue car. دي الجمله الاولى. الجمله الثانيه بيقول لي there is water in the bottle. في ميه في الازازه لكن مش كافيه، قال لي استخدم little. يبقى هتقول there is little water in the bottle. السؤال اللي بعده بيقول لي they expect the team، هو بيتوقع انه الفريق to improve its performance، يحسن من ادائه، وعايز يستخدم will. يبقى هتقول the team will improve its performance. السؤال اللي بعده بيقول لي زي expect، هم بيتوقعوا انه الخطة not to fail، ما تفشلش. يبقى هتتكلم على الخطة، يبقى the plan won't fail. السؤال اللي بعده
تقول لي yes they expect the match to start on time. هم بيتوقعوا ان الماتش يبدأ في ميعاده. قال لي استخدم will وعلامة استفهام يعني سؤال، يبقى will the match start on time. ده كان آخر سؤال معانا في المراجعة. أتمنى إنه المراجعة تكون مفيدة وتساعدكم إن شاء الله في امتحان شهر أبريل إن شاء الله، مع مزيد من فيديوهات الشرح والتحليل والحل في الفترة القادمة إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.